سمعتوهم شنو قالوا. وزائد شي وحدين اخرين كاينين فيديوهات محطوطين دابا في الانترنت في اليوتيوب، كيقولوا انهم كيتوعدوا المغاربه نهار في كاس افريقيا الجايه ان شاء الله غيدخلوا للمغرب وغادي يرونوها. وقالوا هضور اخرين هضروا في الشرف ديال المغاربيات. الله يهدينا ويهديكم، ما كاين لا خا ولا خا. انه هذه السيده على ضوء ما تابعت هنا في الشبكه نتاع التيك توك، انها رفدت الكاميرا نتاع التليفون نتاعها وصورت مثلا مزبله، تروح توقف قدام مزبله حاشاكم واكرمكم الله جميعا، تدخل صورت مزبله وبدات يعني تعلق تعليقات ساخره، يعني بدات تتمسخر كما نقولوا، تحرج بنا كما نقولوا احنا باللهجه العاصميه، تحرج بنا يعني فوالا هذه شوفوا الجزائر نظيفه، وتصور في مزبله، وصورت السياره تاع الدرك الوطني، وبدات ايضا تمد في اشارات على نوعيه السياره تاع الدرك الوطني. او هنا نقدر نستطيع ان نتدخل بصفتنا اولا كمواطنين وحده، واثنين بصفتنا كمؤثرين وكمتابعين، نقدر ندخلوا نعم وننبه السلطات الى هذه التجاوزات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، جبال تكونوا بخير. ليكم مرحبا بكم في قناه ابن الشهداء الجزائري والميسي. اليوم عندنا لايف اسطوري ابن دوله مصطفى بوني في مدلالة، وطلع شي مشاهده لانه عندها عام ولا عامين مانيش عارف، مش متذكر، فتاه تونسيه دارت نفس الشيء، والسلطات القضائيه والسلطات الامنيه في عنابه تصرفوا معها، حكموها وحاكموها، يعني حكمت وعوقبت على ضوء القانون الجزائري. لانه نعطيك مثال، هذاك الشاب تاعنا اليوتيوبر هذاك انستينا في مصر، راح لمصر ودخل المسجد في مصر، مسجد الحسين، وصور على في المسجد هذاك تاع سيدنا الحسين فيه القبر نتاع هما، او كما يقول المصريون، هم يقولوا باللي الحسين الراس نتاعو راهي مدفونه في هذاك المكان، فهم شغل المسجد فيه قبر. فانستينا قال كلام ما عجبش المصريين على هذاك الجامع، قال انا لو كان على بالي باللي راه داير فيه قبر ما نصليش فيه. احتجت السلطات المصريه وقعد يومين اعتقد هو تحت الحجز بالسيف باش طلبوه يعني، واعتقد هذا التعهد باللي ما يزيدش يعاود يرجع لمصر. فهذه مساله تتعلق بسياده الدوله، كما يقولوا سياده الدوله بمعنى بين قوسين بمعنى حاجه تاع كرامه الشعب اللي راك موجود عنده. فلما هي تروح تصور مزبله حاشاكم وتمد وجه سيء ورا وجه مش مليح للبلاد اللي راهي مستضيفتها، من حقنا احنا كبلد انها تفوت للقانون. لماذا؟ لانه انا كنت نشوف في واحد اللايف قبل كذا، كنت نشوف في جماعه قال لك هو بعد كي صورت مزبله ياك هذه بلادنا وكاينه مزابل وعلاش ونورمالمون ينقوا هذوك المزابل، يعني كلام غريب عجيب يعني. ما كانش مكان في العالم الا وفيه ما حاشاكم مفرغه تاع قمامه. ما نروح نرفد الهاتف نتاعي ونروح نصور مزبله في بلد ونقول لهم هذه البلاد هاي شوفوا النظافه، مستوى النظافه فيها، ونبدا نعاير. هذه ماهيش من اداب الضيوف، ما يديروش معاك، هذه وحده. واثنين هذه اساءه لسمعه البلاد اللي راكي فيها، مادام تحمل هي الجنسيه المغربيه وجات تصور المناطق المليحه في البلاد الجميله وتقدم اذا كانت فلوجر. ولكن نتحداها هذه نفسها اذا دارت هذا الفعل في مصر، ولا تقدر دير هذا الفعل في تونس، ولا تقدر دير هذا الفعل في ليبيا، ولا دير هذا الفعل حتى في بلادها وتعاقب عليه. كاينه حوايج كي نجيو نبينوا مثلا السلبيات. انا راني صحفي وراني نتكلم من منطلق العمل الصحفي، وما ينطبق على الصحافه ينطبق ايضا على صناع المحتوى في هذا الصدد. اولا التصوير في الاماكن العامه ما راهوش اوتوريزي للجميع. لازم تكون عندك لورد ميسيون، لازم تكون عندك لا كارت بروفيسيونيل، خاصه في الاماكن، لانه انت قادر تصور ناس فايتين يقول لك على صورتني انا. قادر ممكن في المكان هذاك اللي قاعد تصور فيه كاين مركز تاع شرطه ولا مركز نتاع امن وتفوت عليه الكاميرا نتاعك. انا نتذكر كنت في مصر، دائما نرجع نتذكر كنت في مصر، كنا في خارج كي تجي تخرج من المطار تاع القاهره وتحكم طريق صلاح سالم، يسموه طريق صلاح سالم، باش تدخل للقاهره. في الجانب تاع الطريق هذاك اتذكر كاين المبنى تاع المخابرات المصريه، كاين مبنى المخابرات المصريه، وكاين مبنى نتاع السكن تاع حسني مبارك، ومش بعيد عليهم السكن تاع عادل امام والسكن تاع ياسر عرفات. الا راك راجل وجابتك يماك ارفد الهاتف وصور هذيك الطريق، والله العظيم. ومن الطاكسي وانت في طاكسي ولا في سياره، لا راك راجل وجابتك يماك صور برك، فكر انك تجبد الكاميرا تاع الهاتف تاعك وصور. فلما تجي تروح واحد انسان يدخل ضيف جاينا ويصورنا، معليش كي تصور مناظر طبيعيه، تصور معالم تاريخيه، تصور مقهى مليحه، تصور قعده مليحه بالموافقه تاع الناس بيتم طبعا، معليش. ولكن انك تتصور مزبله ولا تصور حتى فرقه تاع درك وطني متنقله تصورها وتفتح باب للسخريه، هنا يحق للجزائريين انهم يتدخلوا. وحتى الناس اللي جابوها ضيفه، الناس اللي راهم جابوها ضيفه هذو ضيفه عندهم وراهم يدافعوا عليها وراهم يحاموا عليها، نورمالمون هم يكونوا حريصين على صوره بلادهم. قال يا مخلوقه راكي جيتي تصوري مرحبا بك، هم يوروا لنا الاماكن تاع التصوير وكذا. ماشي نلقى واحد قبيله قاعد في ريستورون طبع صبروا حاشاكم نطبعوا في فمو وقاعد يحكي قال لهم كيفاش والمزابل حنا عندنا في البلاد وكي صورتها يا بري. هذا من الحكومات نتاعها، من المدافعين عليها. انا واش راكم تدافعوا؟ هذه قبل ما نختم حاب نقول ملاحظه. السيده هذه هاي في الجزائر دخلت، وممكن جدا انها تخرج بدون ما تحاسب عادي، بصح شوفوا تخرج تقول ربع كلمه على الجزائر مش مليحه، تقول ربع كلمه مش مليحه على الجزائر. جماعه اللي استضافوها نتلاقاو في المحاكم، هذه اللي نقدر نقولها.
راهي ضيفه اهلا وسهلا بها، تاكل تشرب تضرب كروفات الميرلون ولا كذا، الله يسهل. راهي عايشه فيها هنا بين الجزائريين، ضيفتكم راكم طالين فيها، اهلا وسهلا. بصح راهي لو كان تخرج ودير فيديو ولا دير تصريح ولا تقول ربع كلمه مش مليحه على الجزائر، راكم تتحملوا انتم المسؤوليه، باسكو انتم اللي جبتوها وانتم اللي تتحملوا تبعات استضافه هذه الشخصيه. لانني على حسب واش راني البارح قاعد نشوف جماعه يعرضوا في الصفحه نتاعها، راهي دايره بزاف. عباك تبارطاجي شوقي بن زهره، تبارطاجي وتبارطاجي يسموه الاسعاد الشرعي، وتبارطاجي الخريطه هذيك تاع اللي تلتهم الحدود الجزائريه، راهي دايره بزاف لي ديكا في الاخر البروفيل تاعها. البارح جماعه كشفوه قاعد نشوف فيه، يعني هذه مؤكد اذا خرجت راح دير ديكا. المهم جماعه وانا اشيدكم اذا خرجت واساءت للجزائر، جماعه اللي راهم مستضيفينها بين المحاكم، لاننا نحن حذرنا وقلنا يا ودي الموضوع ما دام رانا في مرحله نتاع البلاد راهي تتعافى، راهي البلاد سبحان الله كما رانا نتعرضوا لضربات غير معقوله، زي راهي تتعرض لواحد الهجمه اعلاميه. راني نقول لكم في الحرب العالميه الثانيه وما صراتش. الحرب العالميه الثانيه روحوا ارجعوا للتاريخ نتاعها، والله هي البروباغندا والحمله اللي راهي عليها الجزائر غير معقول. راهم راحوا داروا صوره لرئيس الجمهوريه باللي راهو في تركيا، وباللي راه في الشواطئ نتاع تركيا خادمينها له كذا بالذكاء الاصطناعي كذا، وينشروا فيها على نطاق واسع. شوفوا الرئيس تاعكم وراه والشعب الجزائري يفوت بالحافلات، يروحوا يصوروا حافلات ما كانش كاع في الجزائر، في بنغلاديش وفي الهند يصوروهم، يقول لك هذه في الجزائر، وشوف المستوى اللي في الجزائر، يالفوا في الاغاني على الضحايا وعلى ذيك، يديروا في واحد الطراطق واحد الشوفات راهم يديروا فيهم. راهي حمله غير معقوله، وهذه في حادث واحد خطيك من احداث كثيره مرت وستمر على هذا البلاد. لازم نكونوا مجندين لحمايه معنويات الشعب الجزائري. هذه الحمله هي الغايه منها ضرب معنويات الشعب الجزائري. تحياتي للفرسان اللي راهم طلعوا الان نشوف في الجاز. فردا كاع سي الصابوني، شكرا لك على هذا التحليل وشكرا على كلامك. ماذا بيا يعني تبقى معايا حتى نسمعوا اراء النخبه الجزائريه الموجوده معنا وخاوتنا في التعليقات. نعم كلهم قامات في منصات التواصل الاجتماعي. استاذ مصطفى بونيف، انا الراي المتواضع تاعي وتحليلي وربطي للاحداث، انا قلت هذا البروباغون اللي داروها بعد سقوط الحافله، شفنا حبوا يحملوا المسؤوليه للدول، وجماعه وراء البحار ناعقه تبنات القضيه، ونفس الطرح اللي تبناته هذه الفئه اللي وراء البحار هي كيف عمي تبون يمد دراهم لدول اخرى، وحنا على بالنا باللي 200 مليون تاع لبنان بهدلونا ما كاش. للاسف محسوبين هذوك علينا كجزائريين. وزادوا جبدوا لنا الحكايه تاع تونس تاع 300 مليون اللي مدها عمي تبون لتونس، حكايه قديمه. يعني احسنت يعني استاذي، انا جيت على الفكره دقيقه برك نوصل لك الفكره واستسهل استاذي على هذه المروكيه. علاش ما بانتش من قبل؟ علاش بانت غدوه من ذاك طاحت الحافله اليوم، غدوه بانت ولا تصورنا في محطه الحافلات وتصورنا في الاماكن ربما لوضع النفايات وكذا. انا عرفت انه هي جزء من هذه الحمله الاعلاميه اللي راهي حبوا يشتونا، وصح ونجحوا اننا البارح ممكن انه تصادموا بعض المنصات مع بعضياتهم، بعض الاشخاص عشولاتين غير بالحكايه تاعها يجيبوا في هذاك الشخص اللي استضافها. لانه علاش استاذ مصطفى بونيف لو كان ما عندهاش بروباغوند هذه المراه علاش تصورت منذ دخولها للتراب الوطني على المعبر الحدودي من دخلت حتى الجزائر العاصمه عين بنيان، وهي تصور يعني يا جزائريين راني نصور لكم وهاي بلاي وراي، وهي نجحت انها تكبر هذه الحكايه، والحكايه تنتشر لانه الحكايه موجوده استاذ. تدخل اليوتيوب تلقى الحكايه تاعها موجوده بارطاجيها، فيسبوك لقيتها كل مواقع التواصل الاجتماعي راهم بارطاجينها. تفضل استاذ ونسمعوا اراء. ولا غنحب نسمع الاخوه ولا نحب نسمعهم والله. استاذ مدار اهلا وسهلا، تحياتي لك، تفضل. عليكم، تحياتي لك. انا مجرد خوك اخويا ياسين، الاستاذ واخونا ورفيقنا الاستاذ مصطفى بونيف. تحياتنا ليه وربي يحفظه ان شاء الله. تحياتي للاخت مانو، خويا طاكيشي، خونا وجارنا العزيز زيني الثاني، وجارنا ايضا من الجمهوريه العربيه الصحراويه خويا بيضاني، خويا 175 وابن الدوله. اولا انا ربما عندي تعقيب في الموضوع. انا هذه الفتاه هذه انا كنت نشوف اولا نحكوني تسجيلات على واش كانت تدير. استفدتني واحد التسجيل وكنت قلتها في اللايفات السابقه ولا اللي شارك فيهم، انه تتكلم مع الجزائري تقول انت دير مواضيع على شبكه الصرف الصحي في الجزائر في المغرب، وانا نشدت شبكه الصرف الصحي في الجزائر وعندي واش نقول عليها. اضافه الى ذلك فتحت لايف اني نشوف، دخلت انا من تحت نشوف استفزني الكلام، طلعت عندها استفزني الكلام تاع خونا الجزائري اللي قال صوري واش تحبي. انا ثم تقلقت، كيف صوري واش تحبي هذه؟ ما فهمتش انا علاش الجزائر تاعك انت اللي صوري واش تحبي. اون بليس دو صايا الناس، انا واحد من الناس طلبت طرحت عندها في اللايف، طرحت لي سؤال قلت لها من متى تفتحي الكاميرا انت كمروكيه؟ اسكو انت مضاري تفتحي لنا الكاميرا في طنجه، مضاري تورينا الدار البيضاء كيف دايره، مضاري تورينا غريبه؟ كاين فرق يا جماعه ما بين الانسان يروح لبلاصه يبقى يصور وما بين يركب في السياره من مكان الانطلاقه تاعو حتى مكان الوصول ويصور. هاي ماشي كيف خوتي. اضافه الى ذلك انه الناس اللي تصور فيهم بدون اخذ الاذن تاعهم. وزيد على ذلك انا واحد من الناس طالبت بعدم التصوير حتى لا تنجر الامور الى ما لا يحمد عقباه.
من بعد النصيب الجزائري يقول صوري واش تحبي يا خويا. خويا ما يبقاش حتى تهضر خويا، مادام وليت الهضره ربي يسهل على كل واحد. شي اللي كان علينا نديرو انه درناه التبليغ، تم التبليغ. كاينه واحد النقطه مهمه اثار الاستاذ مصطفى بونيف، واللي انا شخصيا انا ايضا نحترمها بزاف هذه النقطه، انه لا ما نكونوش ملوك اكثر من الملوك انفسهم. ما نطيحوا انه نعرفوا اكثر من الاجهزه الامنيه، ولا انه ما نعرفش نديروا حاجه للامور المخالفه. هذه المره هذه على حسب ما سمعت انا كانت مضاربه تدخل الجزائر، ولكن اول مره تفتح الكاميرا في الجزائر. هذه اول مره تفتح الكاميرا في الجزائر. صح ما وريتلناش انك تشوف عائلات نوويه ولا اماكن ولا قواعد عسكريه، لا، ولكن طريقه باش نركزوا على واحد النقطه، تناولها لبعض المواضيع هي نفس الدعايه الاعلاميه اللي في المبروك، طوابير، الستينه تاع الماء، تقول لك الستينه تاع الماء مراهم، تهضر لك على شبكه الصرف الصحي. والناس اللي راهو يصغروا من هذا الموضوع ديروا في بالكم يا خوتي، هذا راه متبنيون على هرب السلطه في المملكه المغربيه. انت كي تشوف عمر هيدا اللي يتكلم على السميد والبنان في الامم المتحده، ما تجيش تصغر لي انا تقول لي بلي لا ومن بعد كيتصور الزبد ولا ومن بعد كيهضر على ستينه، او عمر هيدا نفسه راه يهضر على البنان والسميد في الامم المتحده. يسمى هذا الخطاب، هذه الدعايه راهي متبنيه الدوله، مش كلام تاع شي صغير ولا. واكتفي بهذا القدر، شكرا جزيلا. مدار العزيز تحياتي. مدار اخر سؤال باش نروحوا للاخت نانو، انت ما تشوفهاش هذه جزء من البروباغوند؟ هذه راه هي جزء من مخطط مخزني بمساعده بعض الجزائريين؟ شوف والله ما اشوف، حتى نكون معك صريح، ما نقد ماشي لهذيك الدرجه نوعا ما. طبعا طريقه التفاعل مع الموضوع اللي عطى له زخم كبير، ولكن حتى انه بعض مع الاسف الشديد بعض الجزائريين اللي وقعوا في الفخ تاعها هو اللي عطى الحجم مخزن. زاد من حجمها. بارك الله فيك. فكرت حاجه كاين واحد الحاجه يا خالتي، هذه الانسانه هي تعرف على نفسها انها محبه للتقارب ما بين الشعبين الجزائري والمغربي. والبارحه الاخ دانيال الله يذكره بالخير كي دخل الصفحه تاعها في الخانه اللي فيها الفيديوهات اعاده النشر والفيديوهات اللي داير عليها جاب، داير اعاده نشر لفيديوهات ما يسمى بين قوسين بالصحراء الشرقيه، ديك الخريطه تاع راس الفيل. دايره اعاده نشر شوقي بن زهره، دايره اعاده نشر لكل ما يسيء الى الجزائر ويروج الدعايه على الجزائر. انا نطرح سؤال لهنايا، يعني وشنو هذا؟ علاش انت دخلت لنا بدل بالوجه السمح هذا، ومن بعد انت في الخفاء شوفي شراك كبير. وبالمناسبه هو نفس التوجه تاع محمد السادس، الشعب الجزائري اخوه، احنا والشعب الجزائري اخوه وليد ممدوده، وفي الفاجعه الاخيره ما قدرش حتى يعزل الجزائر في الفاجعه الاخيره. يعني انا لما ربطتها مع جماعه وراء البحار والفكره وراء البحار، يعني ربما اظن اني ولو لا ادري، يعني نسمعوا باقي الاخوه. الاخت نانو اهلا وسهلا. السلام عليكم خويا. سلام مصطفى، سلام كلكم. راني فرحان كي طلعت مع مصطفى، ما نكذبش عليكم. وثاني انا ثاني فرحان ونتبع بزاف الفيديو تاعك. ميرسي ما شاء الله، ميرسي خويا، ربي يحفظك. ردود احترافيه، تردي بشكل احترافي باللغه الفرنسيه، شحال يعني الله يبارك. لازم، باسكو كاين بزاف جزائريين اللي ما يفهموش العربيه، كيما نتوما كيديروا لايفات ما يفهموكمش بزاف، لازم حنايا نديروها باللغه الفرنسيه. برافو. وطلعت خاصه باش نشكركم نتوما الجماعه مدارة تاكيشي، انت مصطفى ابن الدوله الجزائريه، نشكركم بزاف على الخدمه اللي راكم تخدموها. وبغيت نقول ثاني ربي يحفظ لنا بلادنا، ومهما يكون مهما يديروا ما يجموش ما يجموا يديروا والو. قال لك فوق الجزائر كاين الله وتحت الله كاين الجزائر، وربي يحفظ لنا بلادنا ان شاء الله. امين. هيا ونقول لكم ليله سعيده وتهلاو في رواحكم، وشكرا شكرا شكرا خوتي، ربي يحفظكم. شكرا لك، تحياتي للاخت نانو. السلام عليكم. شكرا جزيلا. سلام. الاخ كيشي. السلام عليكم، تحياتنا لكم خوتي الاعزاء. متبادله عزيزي، اهلا وسهلا. تحياتي مدارة زيني بن الدوله، محمد بيضاني، سي ياسين، سي مصطفى بونيف، استاذنا ودكتورنا. في الاول فقط لما قلت باننا نتكلم على نفسي نخبه واستاذ انا ماني الا مواطن جزائري حامل لجهاز هذا النقال ندافع به على بلادي بالشيء اللي نقدر عليه، واخر حاجه يعني نديرها باش نرد الجميل تاع بلادي وخير بلادي. على اي شوف الموضوع اللي قاعد تتكلم فيه تاع هذا المروكيه، انا شوف والله غنتكلم بكل موضوعيه. شوف دا هذا المنحنى بطني نجمه انه هذه المراه اصبحت وكانها يعني بين ليله ونهار حاجه كبيره، وهي بالعكس هي ما هي الا رعيه مغربيه على الاراضي الجزائريه، فاتت على السلطات الجزائريه، دخلت في التراب الوطني. كاينه حاجه خاوتنا الجزائريين والتيك توكيين، نصحتكم البارح في اللايف نتاعي ونعاود نقول هنا بالمنبر هذا قدام خاوتي وقدامكم كامل، هذه التهور ما تعصبوش وما ديروش حوايج اللي راح ترجع عليكم. بالعكس عندنا سلطات، عندنا قضاء، عندنا عداله، هي اللي تتخذ المجرى نتاعها، وهي اللي تتبع الامور، وهي اللي عندها الصلاحيات وعندها الحق انها تعاقب اي شخص يفوت الحدود نتاعو بما يسمح له القانون. هذه الانسانه هذه انا ما تبعتها، ما شفتها، ما حبيت نشوفها، ما عندي عليها. فقط خوتي اللي راكم ربما تبعوا فيها اي مقطع تشوفوه مشبوه بدون السلطات الجزائريه، وتنتهي المهمه نتاعكم، وكل واحد يعيش حياته في التيك توك عادي بلا ما ندخلوا في الامور تاع الدوله، لان الدوله تاعها هي المخوله وهي الوحيده اللي عندها الحق انها
سواء تقبض على الشخص ولا هي اللي تشارع له ولا هي اللي تحقق معاه. جا واحد اخر خوتنا التيكتوكيين والجزائريين، من اخوكم جا كيشي اللي هو ربما اخر شخص نافذ في التيك توك هذا، نقول لكم انه اي انسان يحط يده في يد المروكي ويجي كونتر الجزائري انا ضده، ونقولها في كل منبر وفي اي منبر وعلى اي شخص كان صديق نعرفه ولا ما نعرفوش. اي انسان يتحالف مع مروكي، احنا الاسامبي وما ادراك ما الاسامبي ديجا رانا مقلقين منهم، ما بالك واحد مروكي جايني ويصور لي السؤال المطروح علاش صوت الحر ما كانش تحل لي لايف اللي دخلت الجزائر ولا تحل لي لايف. هذه واحده. اثنين، ما الغايه انه تشوفي باللي الشعب الجزائري رافض انك تحلي لي لايف ورافض انك تفتني بين الخاوه كانوا معك او كانوا ضدك، ومكمله في المعمعه وتطلقي في لي لايف وتنبزي من هذا لهذا وتطلقي من هذا لهذا وزعما دخلتها لنا بالسياسه نتاع يهوديك، العلم انه خوالكم هما اليهود. نكتفي بهذا القدر اللي قلته. نتمنى اني نصبت ولاد بلادي من اخوكم الصغير لربما كيشي، ما تتهوروش وما ديروش صوالح اللي راح ترجع عليكم بالك بالعكس. تحياتي لكم. شكرا لك عزيزي. حتى الان نرى اراء الجزائريين كلهم يعني يصبوا في تقريب خانه واحده انه هذا الحدث اخذ اكثر مما يستحق. نمر لخونا زيني يشاركنا الاخ الموريتاني. تحياتي لك وتحياتي للشعب الموريتاني. خوتي مرحبا. تحيه طيبه كبيره لك وللاخوه الموجودين، كل باسمه لهذه القامات المحترمه، القامات التي نحترمها ونتابعها جيدا. بارك الله فيك. اهلا وسهلا عزيزي. اظن انه ربما الاخ زين غير مطلع بهذا الموضوع. معليش ابقى معنا ونذهب الى اعتقد لدي راي فيه قصير جدا لو سمحت لي فيما يتعلق. تفضل. اكيد تفضل. الحادثه التي رايناها الحادثه اللي كنت متابع الحادثه شيئا ما من قبل الاخت المحترمه ساره وما حدث تحديدا، لكني لا ادخل في الحدث عندما ادخل في مقاسات الحدث، ومقاسات الحدث هي نفسها تصب في الحدث، لاننا حينما نتكلم عن الاوطان نحن نتبع القاعده التي تقول اننا ننحاز لثوابت الامه ونحايد عند الخلاف. فاذا كان الامر جزائريا لزم على الجزائري ان يحترم بان هناك دوله هي المعنيه بهذا الشان وهذه هي التي تراجع. اما اذا تعلق الامر بطرف اخر معاديا كان ام غير معادي فمصلحه الجزائر تكون اولا، لان هذا الذي اقيس انا به كموريتاني مصلحه عندي، فانا انحاز للثوابت الموريتانيه ولقيم الموريتانيه قبل قيم اي شعب اخر، وبعد ذلك الاقرب فالاقرب. فاذا كنا نتكلم عن طرف ثاني، هذا الطرف هو عدو مباشر للامه باسرها، وليس فقط بقطر الجزائر بل بالامه باسرها. فاعتقد ان وضع من قاطع الحروف في موضوع كهذا تكون لزاما دينيا لا اخلاقيا ولا وطنيا فقط، بل تكون اكبر من ذلك، لاننا حينما نتعامل مع الكيان المروكي او الكيان الاحمر او المربوطه الثانيه سميها ما شئت، فاننا نتكلم عن عدو لا خلاق له، نتوقع منه اي شيء، والضرب عنده لا محل له، لان لا قيمه تحجزه ولا مبادئ يتصرف بها، وحينما يتصرف دائما خارج الصندوق الاخلاقي الذي اعتادت عليه الامه والتي اعتادت عليه منطقه الشمال الافريقيه. اذا فانا اعتقد ان ما حدث تحديدا هو نقطه يجب ان ينطلق منها الشباب الجزائري، والذي بالمناسبه انا اقار لا احسد الجزائر على شبابها، ليس فقط على القيم الجزائريه بل على الشباب الجزائري الذي نرى الان فيه وعيا. ارى انا كموريتاني مخلص لهذا البلد العظيم الذي اسمه موريتانيا على اننا بحاجه ليس فقط الى ما تمثله الجزائر من قيم، بل الى الشباب الجزائري المؤمن على ان الجزائر كانت وهي الان موجوده ويجب ان تستمر على رغم الجميع. لذلك اخي انا اعتقد ان ما قامت به الاخت ساره هو واجب وطني لكل فرد، لانها لم تتجاوز القضاء الجزائري ولم تتعدى على حريه الاخرين، بل دافعت عن بلادها كاي انسان حر كما دافع اجدادها من قبل عن حوزه الجزائر العظيم. تحيه لك استاذ المحترم وتحيه لكم جميعا. شكرا لك عزيزي زيني. تحياتي لك وتحياتي للشعب الموريتاني الشقيق والراقي. نمر الى محمد الاخ محمد. الو ياسين. تفضل اخ محمد. اهلا وسهلا عزيزي. انا بغيت نسلم عليكم. نشوف الاستاذ مصطفى بونيف. الاستاذ مصطفى بونيف تحكبس ليك في حياتي 1 مليار تكبيسه والاخوه مدارا وتاكيشي وكاع الاخوه متشرفين بكم ونشكركم. لنا الشرف عزيزي. تلعبوا فيه. ربي يخليك ونشكركم جزيل الشكر على انكم تقوموا به. نراكم شو حالكم. اوكي انا هنا السند لكم و 1 2 3 فيف لاجي. العزيز شكرا جزيلا اخي. الجزائر اهلا وسهلا. ياسين شنو بغا فور نقول لك من بعد ان شاء الله. خلي مكاني الانسان اخر. عزيزي ربي يحفظك العزيز الغالي. تحياتي لك الرجل الطيب ربي يحفظك. شكرا جزيلا عزيزي. تحياتي خويا ابن الجزائر اهلا وسهلا. هلا بك خويا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا عزيزي اهلا وسهلا. بغيت نشكرك اول مره نطلع معك اللايف. شرف لي يا ولد بلادي. اهلا وسهلا. ونشكر الاخوه كاع اللي راهم من هنا، ونشكر الاخ مصطفى على الدفاع على الوطن. والله الفيديوهات تاعو كامل نتبعهم وكامل يعجبوني، راهم فرجنا في المراركه. والله يحفظكم خوتي. تحياتي لك ابن الجزائر. تحياتي لك خويا ربي يحفظك العزيز الغالي. تحياتي لك. شرفتني ولد بلادي. اهلا وسهلا بك في اي وقت. اللايف كل الجزائريين عزيزي. تحياتي لك. شكرا. الملك البيضاني تحياتي لك وتحياتي للشعب جمهوريه الصحراء الغربيه الشقيقه. اهلا وسهلا نورت وني بك.
الله يحييك، مرحبا بك وسهلا بن الدوله، شكرا على الاستضافه. نحيي استاذنا ومعلمنا مصطفى بونيف، الغني عن التعريف، الاخ مدار، الاخ خالد، الترشيد كاملين كل واحد باسمه، ونعتذر اللي ما سلمت عليه، والجمهور كامل. والله ابن الدوله بغيت ديرني في النقطه باش ما نخرجش على الموضوع، لاني جيت اللايف متاخر وسمعتهم زلت ما عرفت هذا باش ما نخرجش على الموضوع. اكيد راح نروح لك للنقطه مباشره. اكيد الملوك نجو دائما، نحن الملوك نفهموا الامور والعكس، ونجو دائما حطام الاجتماعات. تفضل. يا ريت يعني انك انت ربما لم تطلع على الموضوع، ويا ريت انك توضح لنا البروباغندا المخزنيه. يعني انا قلت ربما انك سمعت بالحكايه تاع المروكيه هذيك اللي دخلت تصور ودارت لايف وصورت. يعني انا حبيت الجمهور كذلك يعرف عن طريقك، لانك انت قالوا اهلمك ادرى بشعابها، لانه انت تعرف احسن مني نظام المخزن وتعرف التصرفات المخزنيه. يعني انا حبيتك يعني توضح انه هذا المخزن يستطيع ان يستخدم اي شخص ويستغني على اي شخص في اي وقت. تفضل خويا البيض. والله هو في الحقيقه المخزن ما يباشرك زي مثلا شي باغي يعدلوا ما يباشر. هو دائما مثلا عنده سياسه مثلا الخبث، وسياسه الخبث هذه يتخلق بها باي طريقه، وباي مثلا يدفع فيها القارئ والنفيس، خصوصا من بني جلدته. وهذه يلاحظوها فقط كتعريف في الحرب اللي دارت من جبهه الحرب الهلاليه من 75 الى 91. الجنود المغاربه يدفعوهم مثلا الحرب وبخسين الثمن، هم كاع باقيين ينقصوا الناس. وعند منين هذه حكايه مثلا اللي شاركوا في الحرب يقول لك على الجنود المغاربه عند منين تهجم عليهم جبهه البوليساريو يمروا بالفقار مثلا، لانهم جايين فقط من اجل الخبز، وتصريحاتهم كاملين وموجوده الى يومنا هذا. ماشي دافع عن بلاد، والله يقول لك لا الخبز، يقول لك انا الله قلبك. هذا مثلا كمثل بسيط، ما بالك مثلا بهذا. اذا هو يضحي بهم. الصوت قال لك ما عرفت الصوت يعاود. لا اللايف راه يتعرض لللاق يعني شويه خوتي. نواصلوا في التكباش جزاكم الله خير، لانه حتى الصوره تحبس يعني. رجاء كبسوا من فضلكم خوتي وجزاكم الله خيرا. راح نديروا تصويت، صوتوا لنا بالوجه الباسم باش نبعثوا لاداره تيك توك ان اللايف جميل واننا كلنا مبتسمين. تفضل خويا البيضاء. والله انا شفت واحد تصور قالوا ما عرفتها، شفت صور، شفت مثلا ما عرفت قبال هذا، لكن اظن عنها بالفعل. لانه شوف اي انسان، انا قحطاوي من بوليزاريو تقريبا دخلت الجزائر يوم 14 في هذا الشهر، وحاليا متواجد في ولايه تيندو اقصى الجنوب الجزائري. رغم عني نبغي مثلا نصور وكان توكي دائما نحاول عني هذا، ورغم هذا ما قديت نصور. صورت فقط تقريبا المسجد الكبير، صورت بعض المناطق اللي تلفت الانتباه والناس يبقوا يشوفوها. لكن هذا الانسان اللي يبدا يصور مثلا كل ما هو ايجابي في الجزائر مثلا ما يصوره، ويصور فقط النقائص والسلبيات. ومعروف عن اي بلد فيه نقائص وسلبيات، اعظم بلد فيه نقائص وفيه ايجابيات. لكن الانسان الخبيث هذا تعرف عنه مقصود مثلا يبدا يصور فقط النقاط السلبيات، وبهذا تعرف مثلا. ثانيا انا نعرف مثلا انسان جاي عندنا باش يبدا يصور من البدايه الى غير ذلك وكذا، وخصوصا يكون يتعامل مع هذه الاضواء اللي دائما تحاول عنها تشوه الجزائر وكذا. حكايته كامله معروفه. والنظام المخزني كيف قلت لك ما يواجهك دائما يلعب دور يبعث مثلا انسانه وتبدا تصورك كذا. اذا انت مثلا قبضت معاها مثلا ولقيت تخترق القوانين الى غير ذلك، غادي يدير منها ضجه. المغاربه ما عرفاش ضغوطات الجزائر كذا. اذا خليتها مثلا وصلت واش باغيه، غادي تصور واش غادي تصور كل ما هو مثلا سلبي والله ناقص والله كذا، وتبدا دير دعايه وتخلي الامور مثلا الامور كامله. وهذه ماشي اول مره، وهذا الصحك معروف عن سياسه المخزن، عنه خبيث وعنه ما يبقي الخير ولا صديق مولده. واخا يعاشرك واحد 5 سنوات ولا 10 سنوات، ولكن في الاخير دائما له مثلا يطعن في ظهرك. والامير عبد القادر خير مثال، واش ما قلت الشهيره واش قال في جيراننا وخوتنا المراه. والله ونستسمح لي انا عندي الصوت شوي. عزيزي شكرا الاخ البيضاني، تحياتي لك، شكرا جزيلا. ونرحب كذلك بسيدي محمد. اهلا وسهلا، تحياتي لك خويا البيضاني، شكرا جزيلا. مرحبا بك استاذ فوزي. تفضل خويا. اهلا وسهلا اخ فوزي، تفضل. بارك الله فيك اختي، بارك الله فيك من الدوله. تحياتي لك وتحياتي للحضور. ان شاء الله تكون صوتي مسموع فقط. مسموع عزيزي، تفضل. اهلا وسهلا. بارك الله فيك. شوف كاين واحد الاضافه فقط ابن الدوله في الناس كما تحدثت في الموضوع هذاك، وربما كما نقول استفيض في الحديث حول هذا الموضوع، وكل واحد ادلى بدلوه. لكن كاين واحد نقطه فقط لازم نركز عليها، هو انه عندما تحدث عبده في لايف وتحدث واحد، انا ربما جبت واحد الكلام قال انا لم اكن ادرك او لا اعلم بانها عندها او انها كانت مشرفه عند اسعد شرعي. انا فقط من هذه المناسبه نقول لك تكذب عبده، لانه انا اتذكر جيدا قبل عامين ونص كنت ارسلتك وقلت لك يا عبده ان هذه مشرفه عند اسعد شرعي. واتذكر جيدا انه حتى الفيديوهات اللي كانت تنشرهم اليوم حذفت تقريبا نقولوا نصفهم، يعني 50% من النشرات حذفتهم التي كانت تسيء الى الجزائر. يعني خلت ربما الشيء اللي كان يديروا حاليا. لكن انه تطلع يا عبده في منصه وتقول بانك لا تدرك،
انت تكذب. احنا عامين ونص حنا موراك، حنا نقول لك يا عبدو انها مشرفه عن 9 شهور، عندنا عامين ونص نقول لك ان هذه الانسانه طلع لي 6 شهداء الجزائر، عامين ونص وانت كنت تتمسخر، اليوم بقيت تتحدث وقلت انك تنكر كل ذلك وانك لا تدرك. وين كنت قبل 4 عامين ونص؟ قبل عامين ونص حنا كنا نتحدثوا معك، وانا شخصيا كنت نطلع في منصتك كنت نتحدث لك انه لا يشرفني. الشيء اللي ربما اسمح لي بن دوله باش نختصر الكلام، الشيء اللي ربما يسيء اكثر واكثر انه في لايف من اللايفات وين تطلع بنت جزائريه تتحدث في امر يخص الدوله الجزائريه، يطلع لنا عبدو ناظم مرقاد يطلع لنا صوت الحر لكي تناقشها في الموضوع، ورفضت البنت الجزائريه ان تناقشها، والسيد كان يمد الكلوفات حتى في المنصات، يعني الكلوفات اللي في المطعم هذاك حتى في المنصات كنت مد الكلوفات عبدو، كنت مد لهم وكنت تسيء الى البنت الجزائريه واسات لهم. تقدرش تنكر ذلك لان كل شيء مثبت ومسجل، يعني حتى هذا الكلام ماش نتحدثوا ليه من فراغ، يعني انت حطيت نفسك في هذه الورطه. اظن انه فقط ما تكذبش على الناس تقول انه لا تعلم بانها كانت مشرفه عن 6 شهور. قبل عامين ونص كنا تحدثنا معك وقلنا لك هذا الكلام واعطيناك كل الادله واعطيناك حتى تسجيلات واعطيناك حتى الصور، اعطيناك حتى لي. لكن انت انسان اللي قلت لك مبرمج حول اجنده معينه، الله اعلم ما في جعبتك. نتمنى ان شاء الله نحن هذو الناس يعني حتى البريتيش احنا معروفين ابن الدوله انهم مفضوحين، لكن الشيء اللي ربما اللي يخوفنا احنا كجزائريين ان يكون طابور خامس وخلينا اينا فقط تلعب في الخفاء. هذا هو الشيء. نعم عزيزي، شكرا لك فوزي. لا بلمزيه خويا، اهلا وسهلا بلمزيه عزيزي. خوتي المشرفين، قبل ما تطلعوا اي واحد يتاكدوا من الحساب تاعو، جزاكم الله الف خير. قبل ما نمر لخويا محمد بو، انا النقطه اللي بغيت نربطها، انا لما قلت هذه بروباغندا لإلهاء المنصات انا اعي وادري ماذا اقول، وستثبت لكم الايام شفاو على اليوم اللي رانا فيه، وشفاو الناس تتضح لكم الصوره انه هذه المراه اللي جات صورت هذه مجرد جزء من البروباغندا والحمله الاعلاميه كما قال الاستاذ مصطفى بونيف، هي حمله اعلاميه. علاش انا ربطت هاد الاحداث مع بعضياتهم؟ لو نروحوا نشوفوا هي تتفاعل مع جماعه النقطه فوق الحق اعزكم الله الاخرى، يعني هي مقتبسه الفكر من عندهم. حاجه ثانيه، هما واش راهم مشانين الحمله؟ كيفاش يقول لك رئيس الجمهوريه يمد 200 مليون للبنان وحنا على بالنا بالحكايه ما كاش منها، حتى خرجت الصحافه اللبنانيه يعني تبعنا واحد تبهدلت كاع محسوبين على الجزائر وما على بالهمش باللي هذوك جماعه الاخرى. اللبناني ما يعرفش، ما على بالوش هذاك راه وراء البحار، قال لكم وراه 200 مليون، ومن بعد زادوا جبدوا لنا الحكايه تاع 300 مليون تاع عندها 4 سنين ولا 5 سنين تاع تونس، ومن بعد هذيك كيف الشعب الجزائري اللي ما عندوش حافله، يا الحافلات هذه تاع القطاع الخاص. وراه اليوم صدر البيان تاع السيد وكيل الجمهوريه المختص اقليميا لدى محكمه الدار البيضاء، ويعني التحقيقات الاوليه راهي تكشفت وبانت السبب وبان كلش. هذا قطاع خاص، فهمناكم، قلنا لكم باللي قطاع خاص ماهوش قطاع عام. هذه ما بغاوش يفهموا، يمروا في البروباغندا هذه ويديروا الصفحات. انا الحاجه اللي زادت اكدت لي واش راه يدور في راسي، الصفحات الفيسبوكيه اللي رحت شفتها لقيتها العديد من المروك وباسماء جزائريه. روحوا دخلوا، واحد كاتب فوزي الجي من المروك، العديد من الصفحات اللي شفتها انا من المروك واش نشره واش راني نقول، الشعب الجزائري ما عندوش حافلات ورئيس يمد في الدراهم. العديد هذا الموضوع لقيته متواصل على منصات مختلف منصات التواصل الاجتماعي. علاش قلت لكم باللي هذه راهي جزء من هذه البروباغندا؟ لانه علاش انت اليوم صرا المشكل وصارت الحادثه الاليمه واللي فجعت قلوبنا، غدوه من ذاك بديتي بالتصوير. العشيه هذيك استغفر الله يا ربي، العشيه هذيك شفناها في الحدود المغربيه الجزائر، بدات بالتصوير. هو تصور الحافلات، الطرقات، تصور واش من رساله بغيتي توصليها؟ انت كنتي واجده، انت والجماعه اللي راهي تعاون فيك داخل الجزائر كنتوا واجدين باش تمروا هاد لابروباغندا، لانه لابروباغندا الاولى تاع نخرجوا حراك الويت اوت ما صدقتش، حبيتوا تعاودوا تهيجوا الراي العام باللي يا ودي احنا قلنا لكم خرجوا شوفوا. والله العلي العظيم وانا نقولها لكم وسمعوا كلامي مليح، غير ستثبت الايام ما اقوله، انه هذه مجرد جزء من الخطه لإلهاء الناس وإلهاء المنصات على توضيح الحقيقه. وللاسف الشديد هذه البرتوشيه هذه منار سليمي في الفا لقات رواج ووصلت للهدف تاعها. لانه علاش هذه المره قلت لك انا ما كنتش نفتح اللايف. كيفاش انت من الحدود ملي دخلتي وانت فاتحه لايف صافي القاسي والداني يعرف وراك، وانت على بالك الحساسيه الموجوده بين الشعب المروكي والشعب الجزائري والطريقه الاستفزازيه اللي كنت ديري فيها، وكنت تطلعي لنا في عباد سبوا الشهداء. يعني ارواحوا يا جزائريين، هاني تمشي بعقلها وتصور ومن الحدود حتى العين بنيان، وهي تصور خويا، حتى كي دخلت للمطعم صورت شنو المطعم اللي راهي فيه في عين بنيان. يعني ارواحوا ليا، وللاسف الشديد حصلت على مرادها، حصلت على واش كانت حابه باش تزيد تزخم الحاله وتأجج الوضع. لكن هيهات اقسم بالله العلي العظيم، غير باش انت هذوك عياشي تضرب الحرشه ولا تاي، انت هذوك جيت تفوتها عليا انا جزائري، والله ما تقدر تفوتها علي، والله ما تقدر تفوت السموم تاعك.
والله ما تقدر انك تجوز عليا بروباغندا. ودائما هازمينكم انتوما وجماعه الاخرار، جماعه ما وراء البحار هذوك اللي قاعدين دوله مدنيه ماشي عسكريه. اي معليش في الحدود تاع السالين اخويا، راه المشكل. نمروا للاستاذ محمد بو، اهلا وسهلا، نرحب به. راك نسيتني خويا ياسين. خالد اعتذر منك، تفضل خالد وبعد نروح لمحمد. اعتذر خويا، تفضل. معليش بارك الله فيك، حياكم الله جميعا. حياك الله عزيزي، اهلا وسهلا. وي بارك الله فيك سي ياسين. خويا محمد قال الجماعه السلام عليكم. الامر كان يكون اخطر بكثير من ذلك يا الرجل الزين. هي ماشي هي التصوير في الجزائر كيجي يعني اجنبي لازم يكون عنده تصريح من جهه معينه في الجزائر، كيجي داخل بالكوداك تاعو ولا الصوره تاعو ولا بالهاتف ولا قال راني باغي نصور ولا حاجه، يعطوه اوتوريزاسيون. سوا هذه هي القضيه كانت مبرمج لها هذه المره كي دخلت. هي اسلاك تاعنا حنايا معروف بهم عالميا بالكفاءات تاعهم، ولا الفيزا يعني الصعيبه كاع بارمي الصعاب في العالم هي الجزائر، معروفه باللي ما يعطوهاش نابورت كي، يعني بعد دراسه عميقه باش يعطوا الفيزا اذا كان السيد يستحق. والفيزا امان، كيكون كي نعطوك الفيزا اون تو بروتيج مرحبا بك، والسيد يكون يعني فادي انسان يامن على هذا البلاد اللي طلع، يعني كيما الضيافه كي تدخل للدار تاكل عندهم وتشرب عندهم وتحمي سرهم وتحمي كذا. والخبث تاع هاد الناس هادو جات يعني باه توري عيوب وباه دير فتنه، وهي ما كاش بلاد يعني في السويس وكاين بلايص وين يقيسوا الزبل وكاين طرقات نشوفوا الناس كنا في بلاصه هنا في اوروب تخرج كاين طريق محفره وكذا، ما كاش حاجه طافيه ماناش في الجنه. هذه كانت راح تؤدي يعني المصيبه كبيره، يعرفوا الناس يتبعوا فيها. شوف لا بروب الجزائر كانت تتبع فيها، كانت تتبع فيها وحتى طاحت عليها ثم ومسيه طاحت عليها ساره. تخيل طاح عليها انسان، احنا الجزائريين غنغيروا على بلادنا وكذا. هذه كانت في التعاير في الجزائر وطلع مع الشرعي ونشطه سياسيه مخزنيه. تصور هذه فهمتني كيفاش هذا مخطط تاع بني المخزن حاشاكم، والناس العملاء اللي راهم يعاونوا في هذا الجرائم في الداخل وفي الخارج هما مخزنيين وعندهم